حضرتك سألتني أنا لو رحت صليت في مسجد السيدة نفيسة أو السيدة زينب أو سيدنا الحسين ومسجد فيه ضريح، هل الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ الإجابة عندك عملية وواضحة منذ 13 قرن. ما هو حكم صلاة المسلمين في المسجد النبوي وفيه ضريح وفيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي قبر سيدنا أبي بكر وقبر سيدنا عمر؟ فوالله إذا قلت أن الصلاة في مسجد سيدنا الحسين باطلة لأن به ضريح في هذا المسجد، أن به ضريحا، فأيضا عليك أن تقول صلاة المسلمين طول الزمان دي باطلة، وأني أيضا يجب علي أن أهدم هذه الأضرحة. وطبعا هذه جرائم لا يعني تخرج الإنسان من الإسلام. نعم. لأنها تستبطن يعني جرأة وإهانة للنبي صلى الله عليه وسلم ولقبره الشريف. بل هناك في هذا المسجد يعني يمكن نقول أن في سيدنا الحسين أو في السيدة زينب الأضرحة معزولة. نعم. معزولة، يعني لا أصلي عليها. في المسجد النبوي في خلف القبور الناس يصلون على القبور مجتمعة. نعم. يصلون على يمينها وعلى يسارها ومن أمامها ومن خلفها. نعم. والصلاة صحيحة، ولم يجرؤ أحد أن يقول أن الصلاة باطلة في المسجد النبوي. فالحمد لله يعني ربنا جعل لنا إجابة عملية موجودة يوميا، يصلى في هذا المسجد الشريف، وهو من المساجد الشريفة، من المساجد الثلاث التي تشد الرحال إليها للصلاة فيها. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مشتملة على أضرحة، وهي